هنتكلم عن مدرس مثلا داخل كلاس وعمال يتخانق ويزعق ولاقي الكلاس كله مهايبر، فهو كده حاسس انه مش هيقدر يحقق البلان اللي هو مخطط له. او راجعه من الشغل او اب راجع من الشغل فلاقى البيت كده جو مش مظبوط، فمتضايق ومتعصب وحالته صعبه ومش عارف هو يعني ازاي يتعامل في موقف زي ده غير انه بيعبر عن عصبيته. فاحنا هنتكلم عن الشخصيات اللي بتبقى عندها ضغوط وداخلين هيتواجهوا، هيحصل بينهم وبين الاطفال مواجهه، فهو كده ايه المواجهه نتيجتها هتبقى يعني صعبه جدا، لانه انا داخل بتخانق وبزعق. فانا داخل بتخانق وبزعق ده معناه انه مفيش نتيجه. طيب انا ههدي ليفل العصبيه ازاي؟ اول حاجه انا هعملها انا هدخل اعبر لابني، هتعامل معاه ان هو مش طفل، واحد كبير وفهمني. حبيبي انا دلوقتي راجع من الشغل تعبان، انا مش قادر اتكلم، انا مش عايز اي صوت خالص. يبقى انا عبرت عن التعب اللي انا حاسه كده، انا عبرت عن احساسي، قلت انا حاسس بايه. هعبر تاني حاجه، دي تاني خطوه، هعبر عن الحاجه اللي انا عايزها منه او الحاجه اللي انا متوقعها ان هو يعملها. لو سمحت حبيبي انا محتاج هدوء مثلا لمده ساعه لمده ساعتين، بعد الساعه او الساعتين نقدر نتكلم ونشوف انت محتاج ايه. يبقى اول حاجه انا عبرت عن احساسي، تاني حاجه انا عبرت انا محتاج منه ايه، تالت حاجه هنقلل سقف التوقعات شويه. يعني هو ممكن هيسمعك وهيفهمك وهيبتدي ينفذ. احنا هنحاول بقى ازاي بيطلع لوحده، دي حقيقه، بس احنا هنحاول يعني ده تدريب. احنا 3 خطوات هتحفظيهم كويس وهتحاولي تتدربي عليهم. هعبر عن احساسي، حبيبي انا متضايقه دلوقتي مش عايزه كلام. هعبر عن توقعاتي منه، انا محتاج منك انك تقعد هادي وتقعد مؤدب وانك تسمع الكلام او انك تنجز المهمه دي وتطلب منه الطلب اللي انت محتاجه. خلاص انت اتفقت معاه. تالت حاجه قلل سقف توقعاتك، ان هو ممكن يقعد 5 دقايق 10 دقايق هادي وبعدين يرجع يمارس نفس اسلوب الشقاوه تاني، فانت هتخلي عندك بال طويل وصبر. يبقى هما 3 حاجات. اول حاجه اعبر عن احساسي، اطلب الحاجه او اعبر عن الحاجه اللي انا متوقعها منه انه يعملها. تالت حاجه يكون عندي صبر. يكون عندي صبر يعني خليك محافظ على مستوى هدوءك وعيد نفس الكلام تاني بنفس طريقه الهدوء. يبقى احنا اتكلمنا في نقطه انه خطوات التحكم في اعصابنا في لحظات الغضب مع الاطفال. هتعامل معاه ان هو واحد كبير وهيفهمني وهيقدر مشاعري وهيعرف انه انا راجع من الشغل تعبان. طيب